السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم التوابل اللي كنستعمل في الدجاج مشوي وحتى الطريقه اللي كنتبع باش نحصل على دجاج مشوي لذيذ وهشيش. تابعوا معايا الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. الدجاجه ديال 3 كيلو غسلتها مزيان ونشفتها. عندي هنا معلقه ونص ديال الربيع مقطع رقيق، 2 معالق صغار ديال السكينجبير، راس معلقه الشونيه، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال حتى المعلقه ونص ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار وراس معلقه ديال ملون غذائي اختياري. غناخذ معلقه كبيره ديال بودره البصل ونص معلقه كبيره ديال الثوم مجفف وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غنخلط هاد العطريه كامله اللي عندي، غنخلطها مزيان. خديت الدجاجه حليتها هكا من الوسط، قسمتها من حدا الصدر، وغادي ناخذ موس وغادي ندير واحد الفتيحه غارقه في الصدر بحال هكا، حيت الصدر كياخذ الطياب. من بعد غادي ناخذ نص ديك العطريه اللي خلطت وغادي نحطها هكاك ناشفه فوق الدجاجه. كنحس انها كتلصق اكثر الا كانت ناشفه في الدجاجه. غادي ندير حتى في قلب الدجاجه بحال هكا، وغادي ندخل تحت الجلده ديال الدجاج وحتى في دوك الفتيحات اللي درت في الصدر. هذوك الفتيحات كيجيوني احسن من انني نتك الدجاج من الصدر من الفوق، فديك الجلده كتقطع، فمن الاحسن اننا نديرو دوك الفتيحات. من بعد كنزيد على ديك العطريه اللي بقات عندي معلقه صغيره ديال الموطارد وكنعصر عليهم نص حامضه. كنضيف ديك المعلقه ونص او معلقه ديال الربيع مقطع رقيق بزاف، وكنضيف جوج معالق ديال زيت الزيتون. كنخلط هادشي مزيان وكنعاود ان ندخل هاد العطريه مزيان في الدجاجه، في دوك الفتيحات ديال الصدر تحت الجلده، في الدجاجه من الفوق وفي قلب الدجاجه. كندير واحد كناخذ موس وكندير كنتك هكا في قلب الدجاجه غير بشويه، ما كنوصلهاش للجلده باش ما تقطعليش الجلده. كنتاكد ان العطريه دخلت في الدجاجه كامله. كناخذ واحد الكوردون كنقسمو على جوج وكنثبت الجلده ديال الدجاج من الفوق باش ما تجمعش الجلده في الطياب ويبقى المنظر ديال الدجاجه زوين بحال هكا. خديت الدجاجه غادي نديرها في هذا البلاطو الصغير هذا باش ندخلها للثلاجه. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها في الثلاجه على الاقل 2 سوايع. انا غادي نخليها ليله كامله حتى الصباح عاد غادي نطيبها. خديت طاوه غلفتها بابي الومنيوم غير باش نطيب، غير باش ما توسخليش، ما غاديش نطيب فوقها. حطيت الدجاجه فوق شبكه بحال هكا وغادي ندخلها هكا الفران. كي ديك ليدام اللي فيها كله كيطيح في الطاوه، حيت لا حطيتها نيشان غادي يعاود الدجاجه تشرب لي ديك ليدام. فهكا كطيب ريجيم وكتكون هشيشه وكيتحمر مزيان. غادي ندخلها للفران على نار متوسطه، ما نجهدش عليه مزيان. كياخذ في الطياب تقريبا ساعه هكاك. خديت القشيوشات ديال الدجاج غسلتهم مزيان وسلقتهم مع وريقه سيدنا موسى وفص ديال الثومه، عدت غسلتهم وقطعتهم. زدت عليهم بصله مقطعه رقيقه وغادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نضيف عليهم واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون ونص معلقه صغيره ديال بودره البصل او فص ديال الثوم، وشي معلقه حتى المعلقه ونص ديال الربيع مقطع. غادي نطيبهم فوق العافيه يطيبوا، نديرو فوق العافيه يطيبوا. خديت الفيرميسيل، باكيه الفيرميسيل، ضفت عليها الماء طايب وغادي نغطيها ونخليها على الاكثر شي 10 دقائق. من بعد نصفيها مزيان ونقطعها بالمقص. منين طابوا دوك القشيوشات زدتهم على الفيرميسيل اللي صفيت وقطعت، غنخلطهم مزيان. الدجاج ها هو خرجته من الفران، كيف كتشوفوا ديك الدسم كامل اللي فيه طاح في الطاوه. تحمر مزيان وهشيش. خديت الطبق اللي غادي نقدم فيه الدجاجه، هو هذا، فرشت له شلاضه حطيته في قلب الطبسيل. ودابا غادي نحط ديك الفيرميسيل في الجناب ديال الدجاجه. من بعد خديت كوردون درت فيه سيريز وغادي نزوق به الدجاجه.
الزواق كيبقى التزيين كيبقى اختياري حسب الرغبه، كل وحده والذوق ديالها في التزيين. ممكن نخليها هكاك بلا تزيين اللي بغيت. خديت كوردون اخر درت فيه طريف ديال الكاشير زيتونه وطريف ديال الفرماج احمر، غادي نزين به. وهذا هو الدجاج مشوي، وهذه هي طريقتي في الدجاج مشوي. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوه بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لي جيم لا فيديو، تابوناو معايا في لاشين ديالي على اليوتيوب، وما تنساوش تشاركوني بارائكم وتعليقاتكم، وشكرا على المتابعه.